في فيديو قبل كده اتكلمت عن طريقة اللا طريقة لتعلم الإنجليزي، فالمفروض في الفيديو ده هشارككم تجربة واقعية ليا أنا وأنا بتعلم إنجليزي من غير ما أفكر إن أنا أتعلم إنجليزي إزاي. طبعا أول حاجة، أنا دلوقتي في المرحلة التالتة. المراحل التلاتة الخاصين بالطريقة هبقى أشاركها معاكم، ولكن ممكن بكل بساطة تدخلوا على جروب التليجرام اللي هسيبه في الوصف أو في الكومنتات، هتلاقوا فيه تعلم الإنجليزي ومنشور طويل زي كده بيتكلم على الثلاث مراحل، وفي ماتيريال اللي هو حاجات لكل مرحلة. المرحلة الأولى فيديوهات، المرحلة التانية صوتيات، المرحلة التالتة بقى اللي هو إيه، أنت المفروض بتجيب كتب للحاجات اللي أنت مهتم بيها وتتعامل معاها. فأنا دلوقتي في المرحلة التالتة، في اللي هو كتب في حاجات أنا مهتم بيها. أنا ماشي في اللي هو الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي محتاج إن أنا أدرس الخوارزميات. فبكل بساطة جايب الكتاب ده. الكتاب ده يعتبر كتاب مبتدئين، عشان طبعا لسه مبتدئ فلازم نهتم بالأساسيات. فأنا أهو فتحت دلوقتي وفي الفصل الثالث أول مرة أشوف الكلمة دي. يعني مثلا أنا دلوقتي كلمة recurrent، أنا ممكن أوريكم برضو اللي أنا فاتحه. الكلمة دي هي طبعا أنا في الأول ما كنتش عارف أنطقها، بس من recurrent أنا ما انطقتهاش كده. أنا أول نطقتها recursion، فاهم اللي هو جت معايا كده. فأنا بعمل إيه؟ أنا بكل بساطة ما بجزش، بمعنى إن مش فاهم، انا مش فاهم حاجه في الانجليزي او بعمل كده. بكل بساطه بعمل اللي هو بعمل كده، بجيب الكلمه طبعا على الموبايل بقى وعلى كذا، وادخل ونجيب تاني برضو كده ترجمه جوجل، وبروح اسمعها التكرار التكرار. طب فبقعد ايه الكوريجين لحد ما انا اعرف انطقها صح. وفي نفس الوقت في حاجه تانية ممكن تستخدم منها من ترجمه جوجل، رغم ان عارف ان ترجمه جوجل نسبيا اوقات ما بتجيبش الترجمه حرفيه لو انت هتترجم جمل، ولكن لو انت تكتب كلمة واحدة، شايف انت الجزء اللي تحت ده حرفيا ده التقسيم بتاع الكلمة. بمعنى النقطة دي، مش عارف انك نكبر اكتر، النقطة اللي انتوا شايفينها دي هي الفاصلة اللي هو اللي بتقف عندها. فحتى لو انت بصيت recursion، ولو جبت لكم كلمات تانية مش عارف دي بص، جراب فروت، هتلاقي في وقفة بتيجي كده، بص جريب فروت. بتلاقي فالنقط دي هي بتعرفك انت بتقف امتى. فالمهم انا وقت ما انا عرفت الكلمه دي، لو احنا رجعنا تاني مثلا للكتاب، هتلاقي ان مثلا الكلمه دي انا بقى مش محتاج ورقه وقلم. يعني انا مش محتاج بكل بساطه ورقه وقلم واقعد اكرر الكلمه واقعد حلاوه بقى حلاوه انك انت بتتعلم. يعني انا بتعلم الحاجات الخوارزم علشان ماشي في مساري. الكلمة الجديدة اللي هتواجهك في الغالب هتتكرر كتير. احنا لو بصينا، يعني خلينا نرجع تاني مش محتاج البس السماعة. هتلاقي كلمة recursion هنا وريكيرجن هنا وريكيرجن هنا، تمام. وهتلاقي بقى طول الفصل مثلا بيتكلم عن الكلمة الريكيرجن اللي هو التكرار. دي حاجة عملية كده بتحصل، إن ممكن نقول لو في عربية كم مرة بتكرر، يعني مثلا في مسافة ده مثلا مسافة كيلو، كم مرة كهرباء بتيجي البطارية بتشتغل. ده مثلا التكرار بتاع البطارية ده، شرح كده اللي هو فاهم على ما تخرج. المهم، فبكل بساطة اتعامل مع الوضع كده، بمعنى ما تجزش، بمعنى وقت ما انت تدخل، حتى لو اقول لك انا دي كلمة، حتى لو الصفحة كلها، خاصة في البداية، وده اللي كان حصل. أنا في اول كتاب قرأته اللي انا كنت ماسكه كده، كنت بشرح الطريقة اللا طريقة في الفيديو. الكتاب ده كان 80% من الورقة مش فاهم أي حاجة. فبكل بساطة اتعامل مع الموضوع عادي، اتعامل مع الموضوع عادي، اللي هو كأنك أنت مفيش فاهم اللي هو الكلمة ده مش عارفها. انت يلا كده ادخل معرفش كده اكتب الكلمة م. خلاص كذا recursion معناها التكرار. خلاص يلا اللي بعده تك 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 عشان كده فاهم. لو انت اتعاملت مع الموضوع بالشكل ده هتلاقي نفسك سريع جدا في الموضوع. لكن لو انت كل ما تيجي حاجة جديدة انا مش فاهم، او انا العيب فيا انا مش بفهم انجليزي، طب يعني طب ما طبيعي انك انت مش فاهم انجليزي عشان انت اصلا مش عارف الكلمه، يعني فاهم اللي هو يعني عامل زي اللي هو واحد بيقول انا مش بعرف اطبخ. طب ما انت عشان انت مش متعلم تطبخ، فازاي هتقول على نفسك انك ما بتعرفش الحاجه، معنى انك مش هتعرفها خالص وانت اصلا ما جربتش انك تتعلمها. فبس، فانا في فيديو تاني هعمله
هيبقى هتكلم على الثلاث مراحل بالتفاصيل، اللي هو انك المرحله الاولانيه، يعني لو هختصرهم دلوقتي هيبقى المراحل الثلاثه. ان المرحله الاولانيه بتبدا تسمع فيديوهات اللي يبقى مكتوب فيها سب تايتل بس بالانجليزي، مش بترجمه عربيه، بحيث انك انت تسمع الكلام وتبص على الكلمه بحد ذاتها وتشوف، يعني فاهم، تشوف. تاني مرحلة طبعا اللي هي الصوت خالص، مفيش كلمات، وتحاول تستذكر بقى شكل الكلمات بنفسك انت. بس طبعا المرحلة الأولانية مش بتكون حوالي شهر أو شهرين، مع مدة زمنية كل يوم. والمرحلة التالتة بقى مرحلة الكتب، بحيث انك بقى اللي هو بتبدأ تقرأ، وكل حاجة بتتجمع مع بعضيها، وتبدأ تتعمق، وتبدأ كلمات جديدة تزيد عندك، وهكذا. فبس حبيت أشارك بس عشان ما تحسوش ان في مشكلة في، يعني اللي هو انك تواجه عوائق عادي. بس انت الفكرة انك خد العوائق انها عادي، زي ما انا بعمل انه عادي، فبكون بتعلم سريع عادي. بس